محمد منصور وزير النقل الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وتحديدا في سنة 2011 كان وزير النقل. تبرع بمبلغ 6.2 مليون دولار لصالح تيشي سوناك، ده وزير رئيس الوزراء البريطاني، واللي هو من جذور هندية، وفي نفس الوقت رئيس حزب المحافظين اللي بيحكم في بريطانيا. في الحقيقة حاجة، يعني مش عايز أقول حاجة مستفزة، لكن حاجة غريبة جدا. يعني وزير مصري، بالمناسبة هو أكبر تبرع في تاريخ الحزب من 20 سنة. وزير مصري، بنتكلم عن وزير مصري، يعني راجل من مصر، مصر اللي بتعاني اقتصاديا. يعني زي ما بنقول احنا أولى، مصر أولى بالتبرع ده. طبعا هو حر في ماله، مفيش كلام. وهو بيخدم أهدافه السياسية. بالمناسبة محمد منصور هو أمين صندوق حزب المحافظين، يعني الراجل بيدير الدولاب المالي، إنجاز التعبير، للحزب المحافظين البريطاني اللي بيحكم. لكن ده في الحقيقة نموذج من النماذج اللي احنا بنشوفها للرأسماليين الموجودين، أو اللي كانوا في مصر، وبعضهم موجود للأسف الشديد مازال، اللي هم استفادوا من علاقتهم بالسلطة، لأن دائما وأبدا في تزاوج دائم بين السلطة والمال في كل زمان ومكان. ده نموذج من الناس اللي استفادوا من هذا التزاوج، بدليل ان هو كان وزير النقل. وطبعا اكيد طبعا عندما نتحدث عن رجل او اعمال بيتولى منصب سياسي، اكيد ما فيش يعني تعارض بينهم. على طب بالعكس، ده بيخدم ده، الجانب السياسي بيخدم الجانب المالي، والجانب المالي بيخدم الجانب السياسي. وده حتى اللي بنشوفه في بعض الاحزاب المصريه حتى في عهد حسني مبارك. في الحقيقة يمكن مواقع التواصل الاجتماعي كلها بتتساءل، كنا احنا أولى يا منصور؟ لكن النهاية ده يا جماعة لازم الناس تعرف إن المال ملوش وطن. يعني المال في العالم كله في الحقيقة، مش هنا بس في مصر، ملهوش وطن. يعني احنا ممكن نلاقي شركات أجنبية بتتبرع مثلا لتجميل مدينة، بتتبرع لصندوق من صناديق الخدمات الحكومية، بتوضب شارع، ده موجود في العالم كله. لكن ان هو يعلن عن ذلك في ظل الظروف اللي احنا فيها، وهو معروف كمان، يعني هو مش شخص عادي، لا ده كان وزير سابق في الحكومة المصرية، وفي الفترة اللي قامت فيها ثورة يناير. يعني هو جزء من النظام السياسي في فترة من فترات حكم مصر. الحقيقة علامات استفهام كبيرة جدا، ومش عارف يعني ده في نماذج كتيرة منه. أهم حاجة عندها مصلحتها الشخصية. يعني أنا أولا ثم يأتي الآخرون، وعلى رأسهم الوطن. يعني دي آخر حاجة. المال دائما وأبدا بيحكم. النهارده الاقتصاد هو اللي بيحكم السياسة. كنا دايما بنقول في عالم السياسة الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، لا دلوقتي هو اللي بيحكم. الاقتصاد هو اللي بيحكم السياسة. هو طبعا خد الجنسية البريطانية بفلوسه طبعا، ودخل الحزب بفلوسه طبعا، وتولى منصب قيادي بفلوسه طبعا، فأمين حزب أمين صندوق الحزب. وبيرتبط بعلاقة قوية بسوناك، اللي هو الراجل رئيس الحكومة من جذور هندية، وله بيزنس ضخم في بريطانيا. بريطانيا بالمناسبة يعني فيها عدد كبير من رجال الأعمال المصريين. كلنا نذكر دودي الفايد ابن محمد الفايد، اللي هو جذوره من اسكندرية، اللي كان وصلت بهم الجرأة والعلاقات إن هو كان هيتجوز الأميرة ديانا، ومات في الحادثة الشهيرة الموجودة في فرنسا. مرة تانية وتالتة ورابعة. آه، لابد في الحقيقة من عودة قطاع عام محترم في معايير الانضباط والرقابة، عشان ما نلاقيش نماذج أخرى في المستقبل زي محمد منصور تستفيد وتتربح من البلد، وفي الآخر تطير للخارج، ويستفيد بها العالم، ويستفيد بهذه الأموال الاقتصاديات اللي بره. شيء مؤلم جدا في الحقيقة، مش محتاج تعقيب أكتر من إن المصري الأصيل
لازم يقف جنب بلده، لأن مصر مش مجرد مكان بنعيش فيه، لأ، المفروض إن إحنا بلد زي كده خيرها عليك وعلى أولادك، يعني لا تعليق في الحياة. هو قال إن أنا بدعم رئيس الحكومة وإنه بيعمل معدلات نمو كويسة في بريطانيا، وكأنه مش مصري خالص، يعني بيتحدث كأنه مش مصري خالص. ربنا يهدي. ودايما أنا بقول أخطر حاجة على البلد دي الرأسمالية المتوحشة التي لا ترحم. الرأسمالية المتوحشة موجودة في مصر، موجودة للأسف الشديد في كل زمان ومكان. عشان كده لا أمل إلا عودة قطاع عام قوي، عليه رقابة، عليه محاذير، عشان ما يظهرش مثل هذه النماذج.